أول ما بدأنا رمضان كده وأنا بخش على تويتر كتير، فبلاقي ناس مشيرة اقرا الكتاب ده هيريحك كتير، اسمه كتاب الفرج بعد الشدة. دورت عليه في مكاتب كتير جدا ما لقيتوش، فقررت ان انا اشتريه اونلاين. وده احلى حاجة عملتها في رمضان السنة دي. للكاتب أبي علي المحسن التونخي. الكتاب عبارة عن قصص من القرآن الكريم شارحها بشكل حلو قوي. ومن أكتر الحاجات اللي شدتني الشدائد اللي مرت على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. قصة سيدنا موسى ويونس، وقصة أصحاب الأخدود. وقايل كده في جزء من الكتاب إنه في دعاء بيفرج الهم، وأنا جربته، هو لمدة 7 أيام بعد ما تقرأ الشمس وضحاها 7 مرات. الدعاء ده بيقول: اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا من أمري. لمدة 7 ليالي أنا بقول الدعاء ده. شوف الدنيا معاك هتتغير ازاي. وطبعا طريقة دماغك وطريقة تفكيرك المهم أساس إن أنت تتغير، لأن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا ممكن أقعد أدعي بس ما بسعاش، أو ممكن أقعد أدعي وأنا باصص على الموضوع من نفس الزاوية. فالكتاب بجد عظيم عظيم. الكتاب فيه كمية معلومات، وفعلا فرج بعد الشدة. يعني الكتاب بيطبطب على القلب وبيحسسك ان انت دخلت في دنيا تانية خالص يعني، وبيحسسك فعلا بأجواء رمضان قوي. فيا رب تجيبوه يعجبكم، هو عامة اونلاين يعني.